السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله البنات راح نبارطاجي معاكم الوصفه تاع لي دونات بزاف بنان. كاين بزاف وصفات تاعهم. اليوم جبت لكم وصفه سهله اقتصاديه. درتها غير بحبه بيض واش نحكي لكم جا خفيف وعالي وبزاف بنين. درت لهم الزاز تاع القارص. ديروه مع قهوة حليب يجيكم بزاف هايل. هنا في الوصفة تاعنا البنات عندنا هذا الكاس تاع الماء. نحب نعطيكم بالعبر باش تجيكم المقادير مضبوطة. كاس إلا أصبع يعني منحي منه صباع، ومغرف كبيرة تاع خميرة تاع الخبز. نخلوه في الماء دافي يتفاعل، ومن بعد ندوزو في ريسيبيون. درت هنايا 2 مغارف كبار تاع السكر عادي، حبة تاع البيض، وزوج مغارف كبار تاع زيت. وهنا عندي لافاني وبزاز تاع القارص. تقدروا ديروا نتوما تاع التشينا، هانيك تاع التشينا ويعطيكم انغو بزاف هايل. مقادير بزاف بزاف بسيطه. بفرشيطه هكذا البنات نخلطوا كامل المكونات تاعنا، ومن بعد نجيبوا هذيك الخميره اللي تفاعلت معنا في الماء دافي، نفرغوها، نخلطوا كامل الخليط تاعنا حتى يتجانس مع البيض والسكر. ومن بعد هنايا البنات نديرو الفرينه، هنا حوالي 2 كيسان ونص تاع فرينه، نفس العبر اللي درت به الماء. هنايا عندي نص مغرف تاع خميره تاع الحلوى ونص مغرف تاع ملح. ونخلط المكونات تاعنا حتى نتحصل على عجينه تتلصق في اليدين. نخلطو مليح بلا سباتول ومن بعد نديرو يدينا. اذا عجبكم لا فيديو حبيباتي خلوا لي جيم، واللي داخله جديده نقولها مرحبا بك. ما تنساش تخلي لي اشتراك باش كل ما نحط فيديو جديد رايح يوصلك. شوفوا البنات هنا بعد ما لايمت كامل العجينه تاعي، تجيكم هكا تتلصق في اليدين. لايموها كامل مليح. نزيدوا لها هنايا مغرف كبيره تاع مارغرين تكون طريه درجه حراره الغرفه. فوالا ماشي من الفريجيدير ديروها ماش راح تجيكم مليحه. ومن بعد ندخل كامل هذيك المارغرين تاعنا مليح في العجينه، ونبقاو ندلكو فيها حوالي 5 دقائق. البنات اذا شفتوا العجينه تاعكم لصقت لكم ما تخافوش، ابقاو هكا تدلكو حتى تحصلوا عليها، حتى يعني تتلايم لكم. انا لصقت لي شويه في البلان دو طرافاي تاعي، ومن بعد بقيت هكذا ندلك فيها حتى تلايمت لي ولات لي بات ليس كيما راكم تشوفوا. نرجعها في الريسيبيون تاعنا، يعني مشتو ما فيهاش كامل المكونات بزاف بالخف وجدتها. هنا البنات بابي سيلوفان انا عندي هذا اللي نستعمله بزاف. غطوها مليح وخلوها تخمر، خلوها تخمر حوالي ساعة هكذاك باش يعني يضاعف الحجم تاعها وتجيكم كيما ليبونج. انا نخليها تخمر نعاود نولي لكم. شوفوا البنات هنا يعني بعد ما خمرت لي ضاعف لي الحجم تاعها. انا خليتها ساعة. شوفوا البنات هنايا نهبط لها الخميره تاعها يعني نديغازيها كامل، نهبطوها مليح البنات يعني نهبطوها كامل من الغيسيبيون تاعنا، ما خلوهاش كامل لاصقه. ومن بعد نجيب هذه اللي تسوبودري الفرينه، نرش كامل الفرينه تاعي مليح باش ما تلصقناش. ومن بعد نحل العجينه تاعي على شكل مستطيل ونحلها شويه فقط تكون خشينه، ما نحلوهاش رقيقه بزاف. باش الحبه تاعنا ما تجيناش مبلاطيه، تجينا عاليه وتجينا شابه. شوفوا البنات ثانيك رشيت العجينه من الفوق باش الحلال تاعي ما يلصقليش كما راكم تشوفوا، ونحلوها على شكل مستطيل بهذه الطريقه. ومن بعد بهذا الطابع اللي عندنا كامل، واللي عندها الطابع تاع لي دونات من الاحسن يجيكم على حبه. نطبع حباتي يعني المول اللي حبيتوه. فوالا. وهنايا عندي هذا البوشون الصغير تاع لابوشادوي، انا ما نستعملوش بزاف، خليته باش ندير في الوسط يعني دويرات صغار هكذايا بهذه الطريقه. وضروري البنات في هكا في سنيوه ولا بلاطو ولا اللي عندكم ديروا الفرينه باش ما تلصقناش. من الاحسن الفرينه. شوفوا نجي ندير لكم وحده كيفاش لصقت لي.
شوفوا لازم الفرينة ديروا مليح، ولا تقدري ديريه في بابي كويسون عادي. نحط هنا حباتي كامل نستفهم بهذه الطريقة، ومن بعد كي نكملهم كامل شوفوا البنات نغطيهم ونخليهم يريحوا حوالي نص ساعة هكذاك، يعاود يضاعف الحجم تاعهم. ونكمل العجينة ثانيك اللي بقات لي نغطيها ثانيك ونخليها نصف ساعة. شوفوا البنات هنايا يعني بعد ما ريحت لي وطلع لي الحجم تاعها، هنايا راني دايره الزيت تسخن، ديروها على نار قليله شويه وخلوها تسخن مليح، ومن بعد نديرو حباتي هكذايا ونخليهم يطيبوا. يعني هذه الوصفه بزاف هايله، نتمنى ان شاء الله تجربوها. الزيت يعني على نار شويه قليله ولكن خلوها حتى تسخن مليح باش ما يشربلناش الزيت بزاف، ما يجيناش مزيت، يجينا كيما ليبونج. وهنايا نقلب حباتي، شوفوا بعد ما ياخذ لي لون ذهبي من تحت يحمروا لي ويجوكم ثانيك مقرمشين بزاف هايلين. هنايا في نديروه في طبسي، في نديروه في بابي لي يابسورفينا الزيت بهذه الطريقه، يعني خطوه سهله. فوالا باش نقطروهم مليح من الزيت. هنايا شوفوا ثانيك نزيد حبات امامكم، شوفوا كيفاش يطلعوا لنا ما شاء الله، وغير بخميره يعني مغرف خميره ونص مغرف تاع الحلوى راح يعطيكم نتيجه بزاف هايله. وهنا البنات بعد ما قليتهم كامل نسكروهم، نحاولوا نسكروهم وهم يكونوا شويه دافيين باش السكر هذاك يلصق لنا. نسكر هنايا حباتي، يعني وصفه بزاف هايله، نتمنى ان شاء الله تجربوها وديروها مع قهيوه. هذا هو لا فيديو تاعنا، وهذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم البنات. نتمنى يكون عجبكم ونتمنى ان شاء الله تجربوها كما قلت لكم. شوفوا كيفاش يجينا الله الله، يجينا ما شاء الله. يجونا بزاف مقرمشين هايلين، ما فيهمش مكونات بزاف. الحق انا لا فان تاع لا فيديو، نقولكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.